ومتشكرة على كل حاجة انت عملتها مع فريدة، واوعدك انا هعمل حلقة مخصوص في البرنامج عشان اتكلم عن براءة حنين وبراءتك، وعن كل الظلم اللي تعرضوا له هي واشرف وانت كمان، واتمنى ان ده يكفر عن جزء من غلطتي معاكم. يلا يا حبيبي. باشا هنعمل ايه دلوقتي مع الضحايا واهاليهم؟ الضحايا هتاخدهم على المديرية علشان تاخد أقوالهم في محضر رسمي، وأهالي الضحايا هتاخدهم برضو على المديرية تخليهم في الحجز لغاية ما يتحولوا على النيابة. طيب بالنسبة لنادر وشاكر يا باشا؟ خد شاكر كمان معاك. انتوا مش لميتوا كل الأدلة اللي هنا في المكان؟ حصل يا باشا. طيب اتفضل يا أيمن، نفذ اللي قلنا عليه. بس يا باشا أنا مش عايز أسيب سعادتك لوحدك. ليه يا أيمن؟ لحسن نادر يفكر يهرب ولا حاجة؟ ما ظنش. هو خلاص حقق كل اللي كان عايزه، وما ظنش ابدا ان شيطانه يوزه ويهرب في حالة زي دي. وحتى لو وزه انا هعرف اتصرف معاه، ما انت عارف. يلا يا حبيبي اتفضل. على اذنك يا باشا.